اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض الزبادي وهيطلع معاكي ناجح من اول مرة. بس يا ريت لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة واهم حاجة في الزبادي لازم اللبن يكون دافي. تعرفي منين ان هو دافي؟ الدرجة المناسبة ان انتي بعد ما تغلي اللبن تسيبيه يهدى شوية، بعد كده ممكن تحطي صباعك فيه. لو حسيت استحملتي درجة الحرارة يبقى انت كده ممكن تشتغلي فيه. لو لقيتيه سخن يبقى تستني شوية لما يبرد وبعد كده نشتغل فيه. هنجيب اي كوباية زبادي، يفضل تكون بايتة، يعني تكون معمولة قبلها بيوم. هنضربها بالخلاط، نضربها بايدينا، نضربها بمضرب، المهم نضربها كويس جدا مع كيلو اللبن. وبعد كده ممكن نضيف لها كمان معلقة سكر. وبعد كده هنجيب بقى الاطباق او الكوبايات، او الفخار بتاعنا الصغير، اي حاجه متوفره عندك ممكن تجيبي كوبايات صغيره. وهنحطها نرصصها في صينيه بالشكل دوت، ونحط الزبادي بتاعنا وندخله الفرن. يكون مولعاه بقالك 10 دقايق، يكون الفرن دافي ومتاكده جدا ان هو دافي. وبعد كده نسخن ميه في الكاتل او على البوتاجاز، ونحط الميه بتاعتنا في الصينيه وندخله الفرن بتاعنا. وبعد كده نطفي النار خالص، واهم حاجه نغطيه كويس جدا. ممكن تغطيه بستريتش، ممكن تغطيه بفوطه، ممكن تغطيه بصينيه تاني. اهم حاجه يقعد في الجو الدافي من 4 ل6 ساعات اقل حاجه. يعني انت ممكن تعمليه قبلها بيوم وتاني يوم تحطيه في التلاجة 6 ساعات تاني، وبعد كده تاكلي احلى زبادي. هوريكم شكله بعد ما يطلع من الفرن، وهوريكم شكله بعد ما يطلع من التلاجة. انا غطيتها كده بصينيه تانية وحطيته في الفرن لمده 4 ساعات عشان التصوير. وبعد كده بصوا شكله، تحسوا ان فيه حبه ميه لسه ممسكش قوي. لو دلقتي الكوبايه بتاعتك هتدلق منك. بعد كده هنحطه في التلاجة بقى هيتماسك خالص. هتحطيه في التلاجة مثلا برضو قبلها ب4 ساعات او 6 ساعات. فانت لو هتعمليه في رمضان يفضل ان انت تعمليه قبلها بيوم. ده شكله بعد ما طلع من التلاجة، يا دوبك قعد ساعتين بس عشان التصوير. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو اول مره تشوفوا القناه نوروني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا ما شاء الله قوام الزبادي حلو جدا، طعمه جميل جدا. ممكن تحليه بمعلقه سكر او معلقه عسل. وبالهنا والشفا على قلبكم. اتفرجوا على الفيديو اللي قبل دوت طريقه عمل العيش الشامي او عيش البكاكين للسحور. وكل سنه وانتم طيبين.